السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جايب لكم ماسك سهل جدا موجود ومتاح في البيت، نقدر نعمله لتقوية الشعر، لتنعيمه، مثابة كرياتين ومثابة تكثيف للشعر، حاجات طبيعية كلها قدام عينيكم اهي هتشوفوها. كل اللي عليك يا ست الكل هتجيبي 4 5 6 باميات كده. البامية ديت أكيد مفيدة جدا للشعر، واسألي عليها وخش على جوجل وافهمي يعني إيه بامية للشعر. المهم هتجيبي البامية وهتجيبي حلة وهتملي نص ربع المقدار البامية. الحلة اللي انت هتجيبيها على قدر اللي عندك هتمليها مية، وبعد كده ست الكل هتسيبيها على النار تغلي لمدة من 10 ل 15 دقيقة. 10 15 دقيقة دي هتعمل معانا نظام مزيج، يعني نظام زي ما انت شايفة قدام حضرتك كده، مزيج فيها. طيب بعد ال10 دقايق هتبقي الموضوع خلاص بدأ الملمس بتاع المية يبقى كامل في المزيج، وبدأت البامية تطلع كل الفوائد اللي احنا عايزينها منها. بعد كده هتسيبيها لمدة حوالي ساعة أو نص ساعة إن هي تبرد، تبقى تماما مفيش أي درجة سخونية فيها. وبعد كده هتدخليها على خلاط أو كب عندك زي ما انت تحبي، وهتضربيها ضربة كويسة لدرجة إن هي تبقى عاملة زي كريمي كده، نظام زي ما انت شايفة قدام حضرتك يعني. بعد كده هتجيبي شاش شاي هتجيبي شاش، وبعد كده تصفيها من اي رواسب، اي حاجه موجوده فيها هتطلع. طبعا تشيلي منها الاقماع اللي موجوده بتاعتها، اللي بتبقى في مقدمه الباميه وفي اخرها تشيليها، وبعد كده هتصفيها تصفيه كامله. طيب بعد كده هتجيبي نشا الذره اللي موجود في البيت، موجود في الاسواق، كل حاجه هتجيبيها وهتحط عليها شويه ميه، وتفضلي تخلطي فيها بدرجة ان هي تبقى المزيج واصل ببعضه جامد، تحس ان مفيش نظام حاجات بسيطة كده، تبقى نظام شكل اللبن يعني. وبعد كده هتحطيها على النار، البامية نفس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، تحطيها على النار وهتجيبي معاه النشا، وتبدأي تفضلي تقلبي وهي برضو على النار عشان تدينا المزيج اللي احنا عايزينه، تخلط مع بعض بس على نار هادية لحد ما تلاقي الموضوع بدأ يبقى معاكي نظام كريمي، عشان نقدر نفرده على الشعر ونخلي الشعرية تتغذى صح او يوصلها الملمس بتاعها صح. هيطلع معاكي بنفس الشكل ده. هنا نقدر نتحكم ان احنا نقدر نوزعها على الشعر صح. طيب بعد كده هتجيبي زيت اللوز الحلو، والافضل معلقه كمان من زيت جوز الهند، وهتضيفيهم على بعض وهتقلبي، هتخلي المزيج يدخل في بعضه جامد. بعد كده تبداي بقى ايه، ان الشعر لازم يكون مبلول مندي. بعد كده تفرديها على الشعر كله وهتسيبيها من ساعتين لساعتين ونص على الشعر، وبعد كده تغسليها بحمام كريم. الحمام كريم ده طبعا معروف، احنا مش عايزين ننزل كل المزيج من الشعر، فبالتالي الافاده القويه منه. الوصفه دي هتعمليها مرتين في الاسبوع، وشوفي النتيجه على مدار شهر. اتفرجي على شعرك. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب ينال اعجابكم. ما تنسوناش بقى من دعوه ابويا وامي الله يرحمه.